بتحصل مشاكل بتضايقنا في المدرسة، في الشارع، في المواصلات، في الشغل، كتير كتير كتير. طب هل لما حد يضايقني أو لما تحصل مشكلة في المدرسة بيني وبين زمايلي في الشغل أو المدرسة أو أيا كان، بس خلينا نتكلم دلوقتي على المدرسة بالأخص، هل لما أنا أمسك اللي ضايقني ده أو ده تصرف صح إن أنا أمسك اللي ضايقني وأجيبه من شعره وأنا أبقى بقى بنت، أبقى البنت الجامدة الفورتكة اللي محدش يقدر عليا وخدت حقي؟ هل أنا فعلا كده خدت حقي؟ فين الحق اللي خدتيه؟ انت جبت الحق بدل ما كان معاكي، حتى لو الشخص ده اذاكي او تنمر عليكي او ايا كان السبب، البنت دي عملت ايه وانتي جبتيها وجرجرتيها بالمنظر ده. ستوب. الحق بدل ما كان معاكي بقى الحق عليكي، الحق بقى عليكي انت دلوقتي اللي بقيتي مذنبه. فحقي فين؟ حقي فين؟ دي ضربتني، دي تنمرت عليا، دي عملت وعملت، حقك ضاع. انت اللي ضيعتيه بايدك بسبب تصرف متخلف. لما البنت تضرب واحدة بالمنظر ده، بنت تضرب بنت بالمنظر ايا كان، بني ادم يتضرب بالمنظر ده ويتجاب من شعره، وكل الهرجله والعربجه اللي حصلت دي، ده اولا انت غير ان انت ضيعت حقك، هيتقال عليك عربجي، هيتقال عليك يعني اسوأ حاجة ممكن تسمعها. ممكن ما يبقاش يهمك لان الشخص بيتصرف في التصرف العربجي ده فعلا، هو مش هيهمه كلام حد، بس انت هتبقى شخص مكروه، شخص بينفر منه، هتتحاسب وهتتعاقب على اللي انت عملته. وفين الحق؟ حقك راح. هتجيب الإساءة لأهلك لأنه فعلا لو دي النتيجة اللي احنا شايفينها دي هي دي النتيجة، يبقى هما فعلا ما ربوش. فين التربية؟ أصل دي مش نتيجة حد متربي أبدا، دي نتيجة حد متعربج، متربي في مش عارفة أقول متربي فين. فبليز بليز بليز، أنا عارفة إن احنا بنتضايق، عارفة إن احنا بنتعصب، بس ما ينفعش إن احنا نخلي عصبيتنا لو اتصرفنا بيها، لو اتصرفنا بالعصبية وقلة الأدب دي. حقك فين؟ حقك كل سنة وانت طيب، الحق جه عليك، ده انت دلوقتي اللي هتتحاسب يا فندم، ده انت دلوقتي اللي هتتعاقب على اللي انت عملته. طب ما انا عملت كذا عشان كذا. مفيش حاجة اسمها كده. حد يضايقك تروح تشتكي، تمشي قانوني، تمشي بحيث ان انت محدش يقدر يمسك حاجة عليك، تمشيها صح، تشكي، تعمل لكن شغل العربجة ده، العربجة هيتعربج عليك انت في الاخر وهيتختم على قفاك قانوني ومحدش هيقدر يتكلم. فخلوا بالكوا يا بنات ويا ولاد، احنا